طب انا غشيت كده وما اعرفش المعلومه صح ولا غلط. انا غشيت ان هو كان مهندس وهو حي وطبيب. صح لما توفى. صح صح. دي حقيقه. اتعرف طب عنه، اشرحها لي ازاي. اتعرف عن احنا ما لقيناش حاجه طبيه في عهده، هو في اسره ثالثه، يعني بنتكلم على 2650 قبل الميلاد في عهد الملك زوسر. لكن اتفاجئنا ان هو اتعمل له تماثيل نذريه. النذريه دي تماثيل صغيره، بيبقى واحد مثلا نفسه يخلف، نفسه عايز حاجه، فبيعمل تمثال صغير لامحوتب عنده مرض معين، تمثال نذري، وبيدفنه وبيدعي المعبود، يقول له انا عايز تمي شفائي، فبيعمل تمثال نذري لامحوتب. عندنا كميه تماثيل نذريه، منهم واحد في المتحف عندنا. امحوتب اتشهر عنه ده لدرجه انه اتعمل له مقاصير عباده في معابد زي معبد فيلة ومعبد الكرنك في اسوان. صح. معبد الكرنك في في الاقصر الاقصر وفيلة وفي في اسوان. اتعمل له مقصوره عباده. المعبد ده هو اكبر حجما. لما يجي مثلا لتقديس حد معين، واسمها تقديس الاسلاف، يعني ممكن شخص يتحول لايه، عامل زي يقول لك ده شيخ او لك بركه، تحول من شخص عادي الى حد ليه بركات كتير مهمه. فامحوتب اتقدس بعد وفاته ب 1500 سنه، وكان محبوب بقى كده، جدا يعني كان جدا محبوب جدا لدرجه جدا. ان في قصه في برديه اسمها البرديه البهنسه، بتحكي عن كاهن اسمه نيخاوتيس. الراجل ده كان عنده حمى شوكيه، حمى رباعيه، وبيقول انا، بيحكي القصه، دخلت المعبد المقصوره بتاعت امحوتب ونمت، وصحيت تاني يوم بقيت خفيت من المرض بتاعي. ده بيسموه عند المصري القديم اسمه النوم الاستشفائي، اللي هو بينام في المكان المقدس وبيصحى تاني يوم ان هو تم شفائه. ده نوع